طبعا. داني داني طبعا. فاضل لك 2. فاضل لي هم 5 بس، قول 2. قول 2. انا قلت حميد وايهاب. مين كان طالع كتف في كتف ايهاب؟ مين اللي كان طالع كتف ايهاب؟ كان بتاع مصطفى قمر. صح. في 2 كمان. في 2 كمان. احمد جوهر؟ لا، واحد كان من الاصليين وقتها. كنا بنستنى البومه هو، مش البوم عمرو دياب. علي عبد الخالق طبعا. وحنان. صحيح. ايه ده انا شفت بقى. لا انا مش مركز دلوقتي يعني حاليا، انما انا طبعا هم دول صح كنا بنستنى علي عبد الخالق اكتر من قبل ما عمرو يكسر الدنيا. طبعا. كان اللي بنستناه. لا هي الموازين بصراحه. يعني في ساعتها الناس اللي كانوا موجودين غير الناس اللي موجودين دلوقتي، وكانوا توقعات غير هي دايما يعني انا بقول برضو في الموضوع دايما في بدايه كل جيل، بتلاقي ناس عامله حاجات، وناس عامله حاجات معينه، بس الجمهور طبعا بعد كده ناس ما بتخدعش. فاهمني؟ بيفرح قوي ويقول لك انا فرحان. يعني بيفرح بيك ويقول لك انا فرحان، بس بعد شويه خلاص بيقول لك بقى فين انت بتشتغل مغني، وريني فين اللي عندك بقى، قدم لي. صح. طب 3-2 ده الرسمي 3-2. ده حقيقي، بس انا ممكن اخليها 4-1 لو قلت حاجه لعبد الخالق. طب فكرني كده. كان في اغنيه كده مقسوم كده مشهوره جدا. مرسال في داري موشك عني وداري. موشك عني وداري داري ليه بتحب بايدي في ناري قلبي مسلم ليكي عايشي من اولها، مش محتاج عينيكي ترميني بجمالها. الله عليك خلاص 4-1. والله فاكر. بس 4-1. هو بس القعده بتنسي. القعده دي قعده الاختبار دي عشان انا بختبر دلوقتي. انما طيب السؤال اللي جاي، انت عندك عندي جودي واحمد. عملت طبعا اسبوع لجودي واحمد. طيب في الاسبوع ما هي الحكمه من دق الهون والغربله في الغربال ورش الملح؟ هي دق الهون بيقولك بيتنبه يعني الولد بيتخض كده، بيبقى هو بيحس انه قبليه تايه كده شويه، بيتنبه. هو طبعا التفسير شعبي يعني ممكن ما يكونش صح يعني بس هو دق الهون علشان يتنبه او علشان ما يتخضش، علشان يبقى متعود على الخضه. بالظبط. تمام. ورش الملح عشان العين. ازاي بقى ايه العلاقه بين الملح ورش الملح والعين؟ لا دي علاقه، دي علاقه قديمه جدا. علاقه قديمه، بس ايه التكنيك اللي بيشتغل بيه الملح؟ مش عارف ايه الموضوع بس هو بسيطه. هو انت لو رميت الملح في عين حد هيتقفل، مش هيشوف ولا مفيش حسد. لا بس ده اصلا الملح على فكره، الملح في حاجات كتير جدا جدا، حاجات اللي ليها علاقه بالروحانيات دايما بيستخدموا الملح. صحيح. مش عارف. صحيح. طيب الغربال ده بقى مش عارف ايه العلاقه من هزه. انت قلت 2 صح، هسيب لك الدرجه. يعني هي برضه الغربال اللي حاسس ان هو تنبيه برضه او حاجه. هو تنبيه بس مش تنبيه يعني حركي يعني. لا هي للقلب، عشان القلب والله يعني بتقوي القلب، ان هو يعني بيدربوه ان هو هيكبر هيتمخمط في حياته كتير، فيبقى ايه بيقوي القلب ويدربوه على البهدله على الحركه من دلوقتي. والله العظيم جميل جدا على فكره. يعني في الواحد ساعات فعلا بيعمل عادات كتير جدا في الحياه ومش عارف ايه سببها. انا بقول لك حياتنا ماشيه في حاجات كتير كده يا ربنا يعني. وخلاص. صحيح. اذا 5-1 ونرجع نكمل مع احمد بس بعد الفاصل. 5-1 وداخلين على الكوره. هو انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. تمام. طيب ما هو النادي الذي لعب له اسم اللاعب اللي اقوله لك قبل ما ينتقل للاهلي؟ ماشي. ابو تريكه كان في الترسانه. مظبوط. وائل جمعه كان في اسماعيلي. لا. وائل جمعه كان فين؟ في المحله. في المحله. شريف اكرامي. لا انا مش معلوماتي مش مرجع بالكوره زي ما انت عارف يعني، بس بحب طبعا الكوره. شريف اكرامي كان بيلعب فين؟
مش بتابع كل سنه كده صفقات الاهلي الجديده وهجيب مين واشتري مين فين؟ ده مثلا وهي دي صفقات بيقولوا يعني مثلا يقول لك شريف اكرامي جه عندنا الاهلي، تمام والله بس جاي من فين بقى؟ مش مهم بقى، خلاص الموضوع عدى يعني الموضوع خلص خلاص. بس في معلومات يعني كنت يعني انا معلوماتي مش الداخل، يعني في ناس معلوماتها قويه جدا في الكوره، انا معلوماتي في الاطار الخارجي عن الكوره بصراحه. شريف اكرامي كان جاي من الجونه. من الجونه ها؟ طب الحمد لله انك انت قلت اصلا. طب احمد فتحي. احمد فتحي كان نجم اسماعيلي طبعا. طب احمد حسن. احمد حسن كان من تركيا بقى. لا بلجيكا. بلجيكا من اندرلخت. عبيد 4. احمد قلت تقريبا انت الوحيد اللي في جيلك اللي ما عملش غنى والمنتخب تقريبا. ليه بقى؟ هو ايه موضوع يعني الغنى بقى للمنتخب بقى، يعني كانت السيزون بقى المنتخب هو صح، هو دلوقتي بقت الحاجات بقت سيزونات، يعني في حاجات تحولت الى سيزون زي المنتخب وساعات ورمضان، ساعات فلسطين تطلع لها كده في النص، فاهم انت برضه سيزون بتبقى بتخش في السيزون يعني صح. ولو في حاله يعني لو في رسوم موسيقى مثلا في الدنمارك مثلا في حاجه مصر تاخد يعني هو سيزون فاهمني، بقت سيزونات فاهم. طب انت ليه ما اشتغلتش في السيزون بتاع المنتخب طيب؟ ما كانش فيه استوديوهات فاضيه كان كلها مشغوله. طب 6-1 لاحمد سعد، انت في الامان. 6-1 بلاش 6-1 دي بتفكرني بايام. بايه يا ترى؟ اصل انا يعني كنت اهلاوي طول عمري. هو عمرو سعد اهلاوي برضو؟ عمرو سعد لا زملكاوي. بس ايه انا كنت اهلاوي. انا اتسرعت كده قبل عمرو سعد. اهلاوي طول عمري ماشي. بس جيت صحابي قالوا لي انت لازم تيجي معانا الاستاد تتفرج على ماتش، بس ما بتفرجش على ماتشات يعني كلها، مش كروي كده جامد يعني. صحابي جم قالوا لي ايه تعالى معانا ماتش الاهلي، ماتش النهارده ماتش الاهلي والزمالك، وكان فيهم كان صحابي محمد ياسين وعلاء عبد الخالق يعني كل الناس واخدين مكان وكده ورايحين نتفرج. رحت اتفرجت على الماتش، كان اول ماتش اتفرج عليه كامل. هو ده 6-1. هو ده اول ماتش بتاع 6-1. طب فاكر مين اللي جاب الستة؟ ساعتها بقى فاكر مين اللي جاب الستة؟ هو كان في عندك 4 بيبو وشتير بيبو والجون دول الاربعه دول خلاص 4 دول لوحدهم دول تاريخيين. مين اللي جاب الستة التانيين؟ مش فاكر مين اللي جاب الاثنين التاني، فاكر ان خالد بيبو. رضا شحاته وابراهيم سعيد. ايوه بالظبط. دايما الناس خلاص هو خالد بيبو هو اللي خد طبعا بيبو بيشيل بيبو الجون. 6-1 لاحمد سعد وماشي بخطى ثابته نحو لقب مصري اصلي. هسألك سؤال اسمه السؤال السريع. ماشي تمام. ترد تجاوب على طول. ماشي. هقول لك اسم الفيلم تقول لي المخرج. ياه ماشي قول كده. انت حبيبي. وانت كمان. يا رب حبيبي قلبي. عارف انت حبيبي اللي فيه شادية وفريد الأطرش، يا سلام على حبي حبك. لا عارف اسم المخرج يا عمر. لا مش ازاي مش مرجع كده يعني انا دلوقتي يعني يوسف شاهين. يوسف شاهين ها. طب فيلم الهروب. فيلم الهروب كان لا ازاي انا عارف مين اللي عامل برضه. عاطف طيب. مظبوط، ما انت شاطر اهو. بالظبط. لا فاكر بقى العديد اللي كان في طبعا. ده غريب قوي. يعني نفسي اصله ايه؟ يعني انا مستعيد ما سمعتوش، يعني العديد ده انا مستعيد ما سمعتوش. لا هو نفسه ده متسجل يعني. ده مش عديد، هو تصور، بس تصور جميل جدا جدا. يعني حاجه جميله. كان عامل المزيكا دي باين استاذ عمار الشريعي. لا للاسف لا ما اعرفش. بيتهيألي يمكن مود الامام. وكان عامل كده صوت من بعيد وكان لايق جدا مع الاغاني نفسها. طب فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي. لا تزال في جيبي انا ما اعرفش مين. حسام الدين مصطفى. ماشي. طب الحفيد. يا رب يا ربنا تكبر تبقى زينا. كلاسيكيات. الحفيد يا رب. لا مش فاكر. عاطف سالم. طب الثلاثيه طيب. الثلاثيه قصر الشوق والسكريه والسي السيد وامين. مش عارف المخرج. انت اخترت لي المخرج كمان على فكره. انت لو قلت لي الافلام دي عشان برضه اطمنك عليا برضه لو قلت لي الافلام دي واقول اسم البطل برضه انا هيبقى في مناقشات برضه. انا كنت اجيب لك مين عامل الموسيقى التصويريه. مين عامل الموسيقى التصويريه؟ دي اسهل شويه. جبت لك السهل. طيب ايس كريم في جليم ده سهل جدا. ايس كريم في جليم عارفه طبعا، بس مش عارف ايه اللي عامل.
مش عارف من المخرج. انا شكلي هطلع، مش قلت لك ها؟ طب ايه الاخفاء؟ قلت لك هطلع زامبيا. انا بكلمك في افلام انت حافظها. لا انت خلاص، انت مصري اصلي، عدينا الخطر. احنا عدينا خلاص الخطر. انت ممكن ما تجاوبش السؤال ده يعني. طريقة الاخفاء. طب يعني انا بموت في الاسم ده، بموت في يعني حافظينه، بموت في الفيلم ده جدا، بس مش عارف مين اللي عامله. نيازي مصطفى. نيازي مصطفى ها. طب النمر الاسود. النمر الاسود. طب فاكر الغنى اللي كان في النمر الاسود؟ اتقدم اتقدم كفايه خلاص. اتقدم. عاطف سالم. عاطف سالم. انا هديلك درجه السؤال ده. هتبقى بيها؟ لا هديلك الدرجه ماشي، بس هتغني. ماشي بس خلاص ارجوك. انا جايلك في الحته بتاعتك اللي مني. ارجوك. اغني لك ايه يا عم ده؟ تحب تسمع ايه؟ بتاعتك حاجه من اغنيه بمناسبة الدراما كده. في اغنية دراما كده عندي، تلتي مش بتحبي تعيشي حياتك غير بشروطك، مش بتحبي تشوفي حقيقتك غير في مرايتك، مهما تكلم عمرك ما بتسمعني غير صوتك، خدتي حياتي وروحي وعمري خلاص بكفايتك، أنانية وغرورها مليها وبتظهر على غير حقيقتها، قسوتها دي أحن ما فيها وبتتباهى بحنيتها، مش دي الإنسانة اللي تهيالي في يوم حبيتها، ولا دي الإنسانة اللي تمنيتها ولا اخترتها، يا خسارة كل التضحيات اللي أنا ضحيتها على واحدة ما بتحبش في حياتها غير نفسها. الله 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 الله. نورتني يا عم احمد. الله يخليك يا عم عمر. نورتني، وانت مصري اصلي وصوت مصري اصلي. شرفني طبعا ان اكون مصري اصلي. انت كنت معايا النهارده. ذوق عافيه كنت هبقى مصري. مبسوط ان انا كنت معاك يا عمر بصراحه، مبسوط ان انا في البرنامج الجميل ده، يا رب ان شاء الله كده. كل سنه وانت يا احمد، مبسوط جدا ان انا شفتك النهارده. ربنا يخليك يا عمر. السلام عليكم.